في محاولة مني لتوفير مساحة مناسبة في البيت تكون مريحة تنفع للتفكير والشغل ومحاولة تنظيم وقتي، وكمان تكون مناسبة أقضي فيها وقت فراغي، فكنت عملت المكتب المنزلي البسيط ده، وكمان عملت الأرفف دي عشان تساعدني أنظم حاجتي. بس للأسف المكتب ما كانش منظم جدا، وده بسبب وجود كمبيوتر ولابتوب وبلاي ستيشن وشوية الكماليات بتاعتهم دي. فقررت أعمل رف للمكتب، وده هيساعدني انظم المكتب شوية وفي نفس الوقت احسن من ارتفاع الشاشة، عشان مع الوقت الطويل على المكتب كان بيحصل لي اجهاد كبير في رقبتي. انا اسامة غمري من OG ديزاين، وده فيديو جديد في سلسلة الديسك سيت اب بتاعي هوريكم فيه ازاي عملت رف المكتب ده وبكل سهولة. اول حاجة عملت تصميم مبدئي على فيوجن 360. الرف والرجول هيكونوا من خشب طبقات 18 ملم، والرف اللي تحت هيكون من 12 ملم. عرض الرف هيكون 22 سنتي في طول 90 سنتي. جبت الخشب وبدأت ارسم المقاسات عليه وقطعتها باستخدام المنشار الدائري. وبعد ما خلصت التقطيع رصيت القطع مكانها عشان اشوف الشكل النهائي. دلوقتي هعمل دوران في الاركان بتاعة الرف العلوي. برسم الدوران باي حاجة مدورة، وبعدين بشيل الزيادات بالمنشار الاركت وبسيب حوالي 2 مللي كده. بشيلهم بالراوتر وبنطة غسيل وانا حاطط دليل الدوران بتاعي تحت الرف. دلوقتي بعلم مكان مسامير تثبيت الرجول، وانا هستخدم مسامير 6 مللي براس ألانكي. وانا هنا استخدمت دليل تخريم الكوايل عشان يساعدني اعمل الفتحات تكون بخط مستقيم. وعشان البنطة كانت قصيرة وما عدتش للناحية التانية، فكنت بلف الرجل وبكمل الفتحة من الناحية التانية بنفس الطريقة. دلوقتي هستخدم دليل التخريم المائل من شركة كريج عشان اعمل مسامير اثبت بيها الرف السفلي في الرجول من الجنب. وبعدين حطيت قطعتين خشب وثبت الرف مكانه. دلوقتي بحدد مكان الوصلة اللي هتكون بين الرفين عشان اخرم مكان المسامير بتاعتها. وبعدين استخدمت دليل الكوايل تاني عشان اعمل فتحات الصامولة الدودة، ودي هتكون في ظهر الرف العلوي بعد ما حددت عمق الفتحة بالظبط. ودي بقى اللي هيتربط فيها المسمار بعد ما يعدي من الرجل عشان يثبت الرجل في الرف. وبعدين خوشت ببنط التخويش وربطت الصواميل مكانها. وثبتهم مؤقتا عشان احدد مكان الصواميل الدودة بتاعة الرجول التانية وثبتها في مكانها بنفس الطريقة. المسامير اللي كانت عندي كانت قصيرة شوية وفي نفس الوقت راسها كبيرة، فكان صعب تبات جوه الرجول،
فباستخدام الصاروخ بدأت أصغر راس المسامير شوية عشان تبات جوه الرجل، وباستخدام بنط أكبر وسعت مكان في الرجول لراس المسامير. دلوقتي هدي الخشب كله صنفرة واجهزه للفينش. الرف العلوي هلزق عليه من فوق فورمايكا بلون اسود، فجبت الفورمايكا وقطعت قطعة اكبر من الرف حاجة بسيطة، وبدأت احط الكل على الجزئين، وبعد شوية ببدأ أحط الفورمايكا وأضغط عليها بقطعة خشب عليها قطعة قماش، وبعدين سبتها شوية عشان تثبت. وعلى ما تثبت هبدأ بقى ألزق في شريط المكوى الأرو، وده هلزقه على حرف الخشب اللي هيبقى ظاهر من الرف عشان شكله يكون أفضل. لزقته باستخدام المكوى وبعدين شلت الزيادات باستخدام الأزميل. وبعدين هبدأ أدهن الخشب كله ورنيش مط من شركة فاراثين، وهديله 3 توشاش بينهم صنفرة ناعمة. دلوقتي هشيل زيادات الفورمايكا باستخدام الراوتر وبنطة الغسيل، وبعدين هلزق عليها من الجنب برضو نفس شريط الأرو، وهدهن الشريط والرف من تحت بنفس الورنيش المط. أخيرا جه وقت تركيب الرف وتنظيم المكتب بقى. دلوقتي بقيت أقدر أفضي المكتب بسرعة وبنظام، وبقى في مكان لحاجات كتيرة جدا أقدر أخزنها وأنا مش بستخدمها، وكمان ارتفاع الشاشة بقى مناسب ومريح مع الشغل الطويل. أتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو في تعليق ياريت تكتبولي في التعليقات تحت، وما تنساش تتابعني على السوشيال ميديا وخصوصا انستجرام عشان بنزل هناك كواليس الشغل ده كله. كان معاكم أسامة غمري، وشكرا جزيلا.